بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنرحب بكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. هنكمل منهج قوانين العمل العملي بس في فيديوهات مبسطة قوي عشان تقدر تستوعب، وإن شاء الله هننزل أمثلة كتير بإذن الله. بس بقى بمجرد انتهائي من العملي يلا بينا هنتكلم من معاش الأجر الأساسي. مؤمن عليه، يعمل بالقطاع الخاص، طبعا بيخضع لاتفاقيات جماعية، يعني هو مشترك في النقابة. بلغ سن التقاعد في 31/12/2009. الأجور الشهرية اللي سدد عنها اشتراكات من أول يناير 2008 كان بياخد 360 جنيه، ويناير 2009 كان بياخد 400 جنيه. هنحسب معانا حاجتين: متوسط الأجر الشهري ومعاش الشيخوخة. طبعا مش هعرف أحل كل الكلام ده من غير ما أعمل الجدول. جدول مكون من 4 خانات: مدة وشهر أو أشهر وأجر وإجمالي. أجر يناير هنا 2008، طبعا أجر يناير السنة بتبدأ عندي من يناير يعني 12 شهر، وأجر يناير 2009 12 شهر برضو. كان بياخد في يناير 360 جنيه طوال سنة 2008، وكان بياخد في 2009 ال 12 شهر كان بياخد فيهم 400 جنيه. أول حاجة هعمل إيه؟ هضرب ال 12 في 360، هضرب الشهر في الأجر، ادتني 4320، وكمان هضرب 12 في 400 ادتني 4800. وبعد كده انا هجمع الاجمالي مع بعض، هجمع 4320 زائد 4800 ادتني 9120. متوسط الاجر الشهري عندي هنا الاجمالي على المدة، الاجمالي على المدة يعني 9120 على 24 شهر، يعني هو كان بياخد المتوسط 380 جنيه. المعاش المحسوب طبعا انا بستخدم القانون المتوسط في المدة في المعدل عندي هنا 1/45 مدة عمل فعلي، يبقى 360. وهو بلغ هنا اقصى سنوات المعاش 36 سنة، في 1/45 يبقى المفروض ياخد 304 جنيه. الحكومة قررت انها هنضيف له علاوة مقدارها 25% من قيمة المعاش الاساسي، بحد ادنى 20 جنيه وبحد اقصى 35 جنيه من قيمة المعاش. يلا نحسبها بقى ونشوف هتبتدي تطلع ازاي. يبقى باخد ال 304 اللي طلعوا من المعاش المحسوب اهو، هضربه في 25 على 100 في الربع، يعني طلعت لي 76 جنيه. طبعا القانون قال مش هينفع ناخد ال 76 جنيه دي عشان اعلى من الحد الاقصى، يبقى هنعمل ايه في الحالة دي؟ هناخد الحد الاقصى اللي هي 35 جنيه. طيب يبقى معاش الاجر الاساسي هياخد 304 اللي احنا حسبناه في المعاش فوق المتوسط في المدة في المعدل، وحسبت له كمان مقدار الزيادة 35 جنيه، يبقى هياخد 339 جنيه، وهي دي المعاش الاجر الاساسي الخاص بيه. ده كان فيديو مبسط اوي في العملي عن معاش الاجر الاساسي. تابعوني ان شاء الله، ما ننساش الشير واللايك طبعا اذا عجبكم الفيديو المبسط قوي ده. واشوفكم على خير، وكنت سعيده قوي في الوقت البسيط اللي قضيته معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.